هاي كوينز ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون فيديو 5 انواع حساء مختلفة، حبيت ننزلهم في هذا الوقت بما انه راح نجهزوا رمضان. قلت نمد لكم افكار مختلفة لانواع حساء ان شاء الله يعجبوكم وتعتمدوهم في رمضان هذا اللي الله ان شاء الله يوصلنا له بالصحة والعافية ووفرة مالية به تشروا كامل وش حابين وما تشتهون، وربي يقدرنا ويقدركم على صيامه وقيامه وعبادته بإذن الله. ونبدأ على بركة الله بتحضير أول حساء واللي هو حساء الكورجات، واللي عندي حبة بصل صغيرة وأجنحة دجاج نحطهم على نار يتقلوا شوية، وعندي هنايا زوج حبات كورجات وزوج حبات بطاطا صغار نقطعهم مكعبات به يطيبوا أسرع، ونضيفهم على البصل والدجاج مع شوية ثوم وملح فلفل أسود. بعدها نضيف الماء الساخن. أنا هنا درت الماء فقط لأني حاطة الدجاج، وإذا ما حطيتوش الدجاج ديروا مرق الدجاج في بلاستو، واللي من بعد نصور لكم فيديو كيف أنا نخدم مرق الدجاج إن شاء الله. وبعدها نرجعها على النار وتكون نار متوسطة لحتى تطيب الخضار، وبعد ما تطيب الخضار ننزعوا أجنحة الدجاج نوضعوهم على جنب، ونرحي الحساء بالأشواغ ولا البغاء أي نوع عندكم متوفر. وبعدها نضيفوا ملعقة كبيرة من الجبن الأبيض ونصف كأس من الكريمة الطازجة، ونعاود نرحيهم بالبغاء به يمتزج كلش مع بعض. وضفت لها شويه نعناع مجفف، وهذه المرحله اختياريه، تقدروا ما تضيفوهاش للناس اللي ما يحبوش النعناع، وما لازمش تكثروا منه لانه بنته قويه. والان وقت التقديم، حطيته مع شويه دجاج في الوسط وكريمه طازجه ورشه نعناع للزينه، وهاك اول حساء جاهز. ان شاء الله تجربوه وخلوا لي رايكم في التعليقات كي تجربوه. وننتقل للحساء الثاني واللي هو حساء شوفلور. والمقادير كالتالي: عندي حبة بصل صغيرة، شوية ثوم مبشور وزيت زيتون، اللي ما يحبش الزيت زيتون يقدر يدير زبدة. نقليهم شوية على النار ونضيف لهم حبة بطاطا صغيرة. ونجول الشوفلور، أنا هنا بعد ما نقيته وقطعته غليته مع الماء وخل. بعد ما يتغلى 5 دقائق نصفيه ونقطعه أكثر ونضيفهم للبصل والبطاطا، ونضيفه مرق الدجاج حتى نغطي الخضار، ونوضعوها على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة هاك حتى تطيب البطاطا لأنه الشوفلور في الطيب أقبلها. وبعد ما توجد نرحيها ونزيد لها نصف كأس كريمة طازجة وملعقتين كبار جبن أبيض. هذا أكثر نوع من الحساء يحب الجبن الأبيض، يعني كل ما تكثروا جبن أبيض كل ما تكون أحسن، لأنه أغلب لي سوب اللي نخدمهم ندير ملعقة واحدة جبن أبيض، أما هذا درت 2 ملاعق جبن أبيض كبار. وهاك الحساء متاعنا يكون واجد، واللي زينته بشوية شبت، واللي هي الشبت هو أوراق اللي نلقاها في البسباس، لاني ما نحبش الحشاوش المعدنوس نهائيا، ما نحبهمش، ولهذا في وصفاتي تلقوني دائما ما نستعملهمش. وهذا كان الشكل النهائي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. بما انكم وصلتوا لهنا شجعوني بلايك واشتراك باكي نلقاكم متفاعلين معايا اكثر، نفرح وننزل لكم وصفات اكثر واكثر. وكتبوا لي تعليق حلو كيما انتم هاك، لاني نخمم فيكم دائما وندير في فيديوهات قصار وفي نفس الوقت نحط لكم معلومات اللي نعرفها، واللي ان شاء الله تضيف لكم يا لو كان معلومه جديده بالنسبه ليكم. وبالنسبة لأكثر تعليقات عجبوني في آخر فيديو نزلته هما هذو زوج. شكرا على كلماتكم الطيبة، وراني إن شاء الله نعد دائما نخير تعليقين نحطهم في كل فيديو. والآن نرجع لوصفاتنا. عندي درك الوصفة الثالثة اللي هي حساء العدس الأحمر، مش عارفة لا يقولوا له العدس الأحمر حتى وهو لونه أورنج. المهم عندي زبدة ذائبة، حبة بصل نقطعهم ونضيف لهم ثوم. هذا الثوم البنات أنا مجمداته، كل مرة نجبد شوية قسما نستعمل برك. نوضعهم على النار، وفي نفس الوقت نقطع حبة بطاطا كبيرة و2 حبات جزر. وبعد ما قطعتهم حجم صغير به يطيبوا في ساعة نضيفهم للبصل. ونجو الآن لقياس العدس. هي يلزمنا في هذه الوصفة كأس عدس، وأنا عندي 3 كيسان عندهم نفس العبر، راح نوريهم لكم في 3. أي نوع عندكم من هذو 3 تقدروا تعبروا به. واللي الكأس الأول هو كأس القياس المتعارف عليه عالميا، وهو نوع كأس احترافي يعطيك قياس دقيق جدا. أما الكأس الثاني هو الكأس المتواجد في كل بيت جزائري، نظن أنه الناس كامل عندكم الجزائريين عندكم هذا النوع من الكأس تقيسوا به. وثاني كاين هذا النوع الثالث من الكؤوس اللي نقيس بهم، أنا دائما استعمل هذا النوع الثالث في أغلب الأوقات. والآن نضيف العدس بعد ما غسلته مليح وصفيته، ونضيف له شوية كمون فلفل أكحل وملح. والماء الساخن هنا لازم تعبروا الماء لكل كأس عدس. أضفت 6 كؤوس ماء، لأن العدس بطبعه يستهلك الماء بكمية كبيرة. إذا حابين يكون اللون الأورنج واضح أكثر في الحساء، ضيفوا ملعقة صغيرة من الطماطم مركزة، لأن الأتراك يخدموا هذا الحساء يستعملوا الطماطم، وكاين حتى اللي يضيفوا فلفل رومي أحمر مهروس. ونوضعوها على نار متوسطة. أنا اديت مني 30 دقيقة به يطيب الجزر مليح. وهذه بعد ما طابت شوفوا قوامها كيف يعود داير والعدس كيفاش يتنفخ. ونضيف لها الآن نصف كأس كريمة طازجة، وهذه المرحلة اختيارية. أول مرة نقول لكم أنه الكريمة الطازجة في الحساء تعد اختيارية. ونطحن كلش مع بعض
بعدها ضفت شويه كمون وملح لاني كي ذقتها لقيت خاصها الملح اكثر وكمون. والان عندي ملعقه زبده، هنا لازم يا زبده يا زيت زيتون. نضيف لهم ملعقه صغيره من العكري ونوضعوهم على النار تذوب الزبده وتمتزج المكونات. والان نقدم الحساء في صحن ونضيف لهم خليط الزبده والعكري على السطح للتزيين مع رشه خفيفه من الكمون. وهاك يكون الحساء الثالث جاهز عندنا. ان شاء الله يكون اعجابكم، وثاني تفكروا انكم كي تجربوه تخلوا لي رايكم في التعليقات. بالنسبه لحساء الكرم البنفسجي وحساء الشمندر اللي هو البطراف، انايا وضعتهم من قبل في القناه، بصح عاودتهم هنايا للناس اللي ما شافوهمش من قبل تشوفوهم. والحساء الرابع هو حساء الكرومب اللي نبداو به. والمكونات هي كالتالي: عندنا بصل، ثوم وزيت، نقلوهم مليح ونضيفوا لهم 2 حبات بطاطا مقطعين صغار، ونضيفوا لهم اهم مكون وهو الكرم البنفسجي، ونرجعهم يتقلاو فوق النار. انا هنايا بدلت القدر الواحد اكبر. بعد ما يذبل الكرم مليح نزيدوا لهم مرق الدجاج حتى تتغطى كامل المكونات بالمرق، ونحطوها تطيب على نار هاديه. بعد ما تطيب نطحنوهم كامل بالبغاء ونضيفوا الكريمه طازجه وملعقتين كبار جبن، وهاك لاسوب تاعنا واجده. وهذا كان شكلها النهائي. زينتها بشويه كريمه طازجه من الفوق فقط. والان ننتقل لحساء البطراف ونبدا على بركه الله. عندنا هنايا 2 حبات بطراف نحطهم يطيبوا ونطيبهم لحد ما يعطونا لون مليح في الاخر. وبعدها ناخذ حبتين من البطاطا صغار وحبه بصل متوسطه ونصف مكعب مرق دجاج اختياري، نقطعوهم ونضيفوا لهم مرق الدجاج وفلفل اسود وملح. وهنا البطراف بعد ما طاب نقشروه ونقطعوه. وكاينه استيوس: تاخذوا من كل حبه بطراف مرصو صغير تذوقوه، لانه مرات تكون البطراف بنتها مره وتفسد لكم بنه كامل تاع لاسوب. ونوضع حبات البطراف مع المرق ونطحنوا كلش مع بعضه، ونضيفوا لهم ملعقه ونصف كبيره من الجبن الطري وكاس الا ربع من الكريمه الطازجه. وشوفوا لي على هذاك اللون كيفاه يعود داير. وبعدها انا عاودت رحيتها بالبغاء باه يذوب الفرماج مليح في لاسوب. وكيما هاك تكون واجده لاسوب تاعنا تجي بنينه. جايز اني نسمع دركا في التسجيل تاع الحساء البطراف نلقى روحي نشاوط حاله في الفيديو كانهم يجروا ورايا، كنت نضحك على روحي. وكما هيك نكونوا كملنا كامل الوصفات اللي عندنا ووصلنا نهايه الفيديو. نتمنى انها تكون عجبتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. دمتم في رفاهيه وسعاده. بسلامه.